اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ رجعت لكم مقطع جديد. كرة القدم والرياضة بشكل عام فقدت أحد أغلى لاعبينها وأقواها. رسميا تم الإعلان عن وفاة بيليه، الجوهرة السوداء البرازيلية. بيليه هو لاعب كرة قدم برازيلي محترف سابقا، يعتبر أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، ويصنفه الاتحاد الدولي لكرة القدم الأعظم، وكان من بين أكثر الشخصيات الرياضية نجاحا وشعبية في القرن العشرين. طبعا تم الاعتراف ب1279 هدف له من أصل 363 مباراة لعبها، منها مباريات ودية، حتى سجل هذا الرقم رقم قياسي في موسوعة جينيس. بيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز ب3 نهائيات لكأس العالم: 1958 و62 و70، وسجل مع المنتخب البرازيلي 77 هدف في 92 مباراة. أما على مستوى النادي فهو الهداف التاريخي لسانتوس برصيد 643 هدف من 659 مباراة. طبعا بيليه ولد في 23 أكتوبر 1940 ميلاديا في تريس كاراكوس البرازيلية، وتوفي في 29 ديسمبر 2022 على نهاية السنة بالضبط، عن عمر ناهز 82 سنة. سبب الوفاة سرطان القولون ومتلازمة الاختلال العضوي المتعدد. باختصار، كوكب الأرض فقد لاعبا ثمين، لاعب كان قدوة لكل لاعبين كرة القدم في التاريخ، لاعب لن يعوض أبدا، لاعب بكل أمانة كان أكثر من أسطورة، وهذا اللاعب أحد أفضل لاعبين كرة القدم إذا ما كان هو الأفضل أساسا. وبس، هذا مقطعنا بشكل كامل. إن شاء الله تكون استمتعت بالمقطع واستفدت بالمقطع، وشكرا للمشاهدة، ولا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد، والتعليق المحفز والنشر في كل مكان. ومع ألف 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 سلامة.